السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا تسريبات وتوقعات الحلقة الثانية من مسلسل السبع ابن الجبل بطولة باسم ياخور، وملخص جديد وتوقعات جديدة للحلقة الثانية لمسلسل السبع. وكل يوم هنشوف كل التوقعات الجديدة على قناتنا إن شاء الله. شفنا جابر بعد ما انضم للغجر وأطلق عليه أبو نواف اسم السبعة وصار شاب كبير جدا، وشفناه وهو كمان بيتعلم الرماية في أواخر الحلقة الأولى. وبنرجع لفضة أمه اللي موجودة في الحارة، لكن لسه دي لحد دلوقتي قاعدة بحسرتها على ابنها اللي ما تعرفش يا ترى سهيل وداه فين. وبتبدأ فضة اللي أصيبت بالعمى موجودة هي وبنتها قمر، وبتطرق أبواب الحارات كلها المجاورة علشان تدور على ابنها اللي غاب بقاله أكتر من 20 سنة، واللي باعه كمان زوجها سهيل. وبتبدأ تسأل عن الناس كلها الكبيرة اللي موجودة في الحارة عن ابن صغير، طفل صغير جابه راجل مشرد وكبير، والكلام ده بقاله أكتر من 20 سنة، وباعه لعيلة كبيرة غنية. وبتبدأ تسأل عن الأعيان اللي موجودين في الحارة، يا ترى هم مين وأولادهم يبقوا إيه. لكن طبعا الكلام ده بيبدأ يضايق الناس الكبيرة، وخصوصا إن فضة موجودة في حارة غريبة. وبيبدأوا يسألوا عن قصة فضة اللي بتدور على ابنها أو على واحد مختفي بقاله أكتر من 25 سنة، لكن هي متعرفش عنه أي تفاصيل ولا فيه أي علامة مميزة. وبترجع للسبعة أو جابر اللي موجود وسط الغجر، وبيتكلموا مع بعض علشان عايزين يعملوا عملية كبيرة اللي بيخطط ليهم، وبيقول لهم إن هم هيجيبوا القمح اللي جاي في الشحنة النهاردة ورايح على الحارة الخاصة بعزيز. لكن بيقولوا له إن الشحنة دي هيبقى معاهم رجالة كتير، والسبع بيقول لهم ما تقلقوش، سيبوا موضوع الرجالة عليا، انتم مهمتكم بس انكم انتوا تاخدوا القمح وتخزنوه علشان احنا عددنا كتير والاكل اللي عندنا بدأ ان هو يقل. لكن جابر او السبع ليه رفيق وعدو في نفس الوقت، وهو موجود معاه في نفس المكان اللي هو موجود فيه، وبيكون ابن ابو نواف اللي كان قائد الكتيبة وقائد العشيرة قبل ما السبع يمسك إدارتها، وبيكون كمان موجود جنب السبعة. البنت الصغيرة اللي كانت شافت جابر وهو راجع وهو طفل صغير، وبتبدأ تتكلم معاه، اللي بتقول له لسه برضه عايز تعمل اللي في راسك. لكن جابر بيقول لها مفيش قدامنا غير كده، يا ترى عاجبك الناس اللي ممكن تموت من الجوع وأهل الحارة الأغنياء بيبرطعوا في الأكل والشرب؟ بتقول له أنا مش فاهماك من ساعة ما جيت ونفسي أعرف قصتك إيه. لكن جابر بيقول لها أنا مفيش ورايا أي قصة غير كل القصص الحزينة اللي تقدري تقوليها. وبتقول لها تقول له وبعدين انت فين ومين اهلك؟ ويقول لها انا ماليش غير ام واخت. بتقول له هم فين؟ يا ترى بتشوفهم؟ لكن جابر بيقول لها انا بقالي فترة طويلة جدا ما شفتش حد فيهم، لا امي ولا اختي. بتقول له هتفضل كده لحد امتى؟ وبيقول لها عندك حق، لازم انزل الحارة وادور عليهم. الفترة اللي فاتت نزلت اكتر من مرة لكن ما لقيتش أمي موجودة. وبتسأل عن اسم أمه، بيقول لها مش مهم، خلي كل حاجة دي لوقتها لما تعرفيها بعدين. بتقول له أنت متأكد؟ وبيقول لها أيوة. بتقول له بس جابر أنا خايفة عليك وعايز أعرف إيه العداوة اللي بينك وبين عزيز. بيقول لها أنا مفيش عداوة بيني وبين أي حد، بس الحارة دي برضو أهلي وفيهم عشيرتي، عشان كده وضعهم يهمني. والحاجات اللي احنا هناخدها من القافلة اللي ماشية أو اللي جاية مش هتكون لينا لوحدنا، احنا هنوزع منها كمان على أهل الحارة الفقراء اللي مش قادرين إن هم يأمنوا لنفسهم الطعام. بتقول له هو ده جابر اللي أنا أعرفه، علشان كده عارفة إن قلبك طيب. وبيقول لها طبعا أمال أنت كنت فاكرة إيه؟ نرجع لعزيز اللي بيتكلم مع ابنه، وبيكون ابنه شاب طايش وفاسد جدا ومشغول بمعاكسة البنات اللي موجودين في الحارة. لكن عزيز بيتكلم معاه بيقول له ابني انت كبرت، المفروض دلوقتي ان انت تكون مكاني وتمسك كمان كل إدارة الأشغال بتاعتي وتتابع كل المخازن بنفسك. لكن الولد بيرد على أبوه بيقول له يابا أنا لسه صغير. وهنا عزيز بيقول له رزق ما تتعبنيش، أنا عايز أحس إنك أنت موجود في ظهري،
يا ترى إن أمال أنا خلّفتك ليه علشان تشيل اسمي وتخلّي بالك من التجارة بتاعتنا. اللي بيقول له تمام، وهنا بيسمع عزيز من أبو عاطف اللي بيقول له إيه أخبار فضة وإيه أخبار جابر اللي بقى له كتير بتدوّر عليه، وبيقول له إن جابر مش قادر أوصل له لحد دلوقتي، وما تنساش إني أعدّي عليه كتير، وبيقول له إن دي غلطتك أنت اللي كلّفك بالأمر من زمان. لكن أبو عاطف بيقول له هيروح فين؟ أكيد هيرجع. بيقول له هتعرفه إزاي؟ بيقول له بسيطة، أول ما نلاقي شخص جاي يسأل عن فضة ويقول إن هي أمي نعرف على طول إن ده هو جابر. وجابر مشي من الحارة وهو شاب صغير يعني عارف عيلته، مشي من الحارة وهو شاب كبير يعني عارف عيلته، وكمان عارف تفاصيل أسرته، وأكيد مش هيسيب أخته قمر. وهنا عزيز بيقول له قمر، وهي قمر فعلا. ما تتخيلش إن أنا نفسي في البنت دي. لكن أبو عاطف بيقول له خلي بالك لا الخانوم تسمعك وساعتها تحصل مشكلة كبيرة. اللي بيقول له عندك حق، وبيقول له بس عايزك تراقب أو تراقب فضة اللي هي أم جابر. لكن أبو عاطف بيقول له أراقبها فين؟ فضة كل يوم في حارة بتدور على ابنها لكن مش قادرة توصل لأي تفاصيل. تقدر تقول كده إن الحارات اللي جنبنا مسمينها الست المجنونة، لأن مفيش أي حد عارف هي بتتكلم عن إيه، وبتسأل على واحد بقاله أكتر من 25 سنة وكان صغير ومشي. وهنا عزيز بيضحك وبيقول له عشان اللي احنا عملناه ده عملناها لعبة شطار، واللي نفعنا أكتر إن الولد جابر ده موت أبوه. عارف لو ما كانش عمل كده كان زمانه فضل زي الشوكة اللي موجودة في زورنا، وما كناش قدرنا إن احنا نخلص بالولد ده أو نخلص منه. لكن اللي نفعنا إنه سهيل قال لفضة إن هو هيبيع ابنه لحارة غريبة، وطبعا هي بتدور في كل مكان أو في كل الأماكن، مش هيجي في بالها أبدا إن هي تدور هنا. وبيضحك هو وأبو عاطف اللي بيقول له فعلا عندك حق، هي ممكن تدور في أي مكان لكن عمرها ما هتيجي هنا أو يجي في بالها إن ابنها موجود قدامها وبتشوفه كمان بشكل مستمر، لكن هي مش مركزة. عزيز بيقول له قفل على السيرة دي، الحيطان ليها ودان. وبنرجع للسبعة اللي بياخد الرجالة بتاعته وبيطلع على الطريق علشان يعمل أول عملية ليه ويصادر القمح اللي موجود في القافلة اللي معدية علشان يطعم بيه أهل الحارة وأهل عشيرته اللي عايشين في الجبل. وبيكون السبعة بيستعد هو والرجالة بتاعته، لكن في دماغه إن هو بعد ما يخلص الأمر ده لازم يودي الطحين لأمه، لأن هو عارف ومتأكد إن هي ملهاش أي حد يعينها. وبيطلع على طول على الجبل. وتابعوا معنا الأحداث إن شاء الله مع الحلقة الثالثة بإذن الله غدا إن شاء الله. ونتابع معكم مع مسلسل السبع ابن الجبل بطولة باسم ياخور. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.